شبابنا الحلوين شباب ثانوية عامة. طبعا دخلنا في فترة الامتحانات، والفترة دي أو المرحلة دي حضرتك بتستعد لها من 10 شهور تقريبا أو أكتر. يا صديقي، ده أنت لو هتحارب يا جدع مش هتعمل كده. يلا يا سيدي، مش مشكلة، أدي فترة وهتعدي. طبعا دلوقتي أنت قاعد بقى مش على بعضك ومتوتر وقلقان، وعشان تعرف ان احنا واقفين في ظهرك عملنا لك فيديو عن التوتر. اكيد انت شفته، ولو ما شفتوش يلا مستني ايه ما تدخل تشوفه. طب يا صديقي، عشان ما اطولش عليك النهارده جاي اقول لك كام نصيحه كده عشان الامتحانات والفتره اللي جايه. نقدر نقول كمان ان احنا عايزين نعدي الفتره اللي جايه دي بدون خسائر او باقل خسائر ممكنه. وزي المثل ما بيقول اسأل مجرب ولا تسألش طبيب. أول حاجة ويعتبر اتكلمنا عليها في فيديو التوتر، ولكن هقولها لك تاني وأكد لك عليها، وهي إنك تبقى عاطف. عارف عاطف بتاع فيلم الناظر؟ أيوه بالظبط كده، أنا عايزك تبقى عاطف. عايزك تبقى بارد قوي لأقصى درجة ممكنة، ولو ينفع كمان يبقى ما عندكش مشاعر أصلا يا ريت. أنا عارف طبعا إن المشاعر حاجة مهمة، ولكن معلش اركنها على جنب دلوقتي واليومين دول. عايزك تخش امتحان اي ماده عندك كده حاله من اللامبالاه، مش فارقه معاك بقى اللي يحصل. طبعا مش معناه انك تضربها طناش خالص وما تذاكرش، لا لا مش قصدي كده، ولكن قصدي انك تعمل اللي عليك وتكبر دماغك خالص من النتيجه. وبعد ما تخلص الامتحان يا صديقي ارمي ورا ظهرك وما تفكرش غير في الماده اللي جايه، لانك باختصار لو ما حلتش او حصل مشكله مثلا وحسيت انك مش حلل كويس في الامتحان بتاع الماده اللي انت فيها دلوقتي، هتفضل مكتئب ومهموم ومخنوق بسبب الامتحان ده، فانت قصاد الامتحان ده ضيعت باقي الامتحانات التانية. عشان كده يا صديقي يا ريت تبقى عاطف. طب يا سيدي، بقيت عاطف وبقيت بارد وعندك لا مبالاة، نذاكر بقى شوية عشان ما نتسوحش. أهم حاجة في الفترة الجاية وفي المذاكرة وطريقة المذاكرة إنك تحل كتير. أنا عايزك تتهري حل، أي أسئلة قدامك حلها. لو رحت تجيب طعمية يا سيدي ولقيت قرطاسة طعمية عبارة عن ورقة فيها أسئلة، حلها برضه. أيوة حلها برضه، الحل الكتير ده بيفيدك صدقني يا صديقي، لأن الحل الكتير بيساعدك تستخدم المنهج اللي أنت مذاكره، لأنه بيعرفك كل معلومة في المنهج إيه فايدتها وشكل الأسئلة اللي عليها عامل إزاي، وبيخليك تعرف تربط أجزاء المنهج ببعضه. لأن في الامتحان أو في الامتحانات عموما بيبقى فيها أسئلة كتير، محتاج تربط الأسئلة دي ببعضها، محتاج تربط أجزاء المنهج ببعض، وده الحل بيساعدك عليه. زائد ان مش هقولك انك محتاج السرعه في الامتحان اصلا، كمان الحل الكتير بيساعدك انك تعرف نقط ضعفك ونقط قوتك. من خلال الحل هتعرف ايه الاجزاء اللي بتقع فيها وايه الاجزاء اللي انت قوي فيها. طبعا مش عايز اقولك يعني الاجزاء اللي انت بتقع فيها اكيد هتقوي نفسك فيها، يعني ترجع تذاكرها تاني. لست لك زكركة كركزة رزقة. وطبعا يا صديقي بعد ما تحل الاسئله لازم تصحح لنفسك عشان تعرف الاجابه الصح والاجابه الغلط، وتعرف الغلط ده غلط ليه وتصلحه. لانك باختصار لو ما صححتش لنفسك هتبقى بتحل كده وخلاص وانت مش عارف انت بتعمل ايه اصلا. فنقطه تصحيح الامتحان ده نقطه مهمه جدا. ومع كتر الحل وكتر الاخطاء ان شاء الله معدل غلطاتك في الحل هيقل. ويا سلام بقى انت وانت بتحل تستخدم كتاب المفاهيم عشان تعرف ايه المعلومات اللي موجوده فيه، وايه المعلومات اللي هيقدر يفيدك فعلا فيها، وايه المعلومات اللي مش موجوده وبالتالي تحفظها او تتك عليها او حتى تثبت في مخك من كتر الحل والتكرار. بالنسبه بقى لوقت الامتحان فانا مش عايزك تقلق منه خالص، لان الوقت ساعات كتير بيبقى كافي وهتخلص وتراجع وتظبط دنيتك. بس مش ده دايما، يعني بعض الاوقات، وبالاخص لو انت في علم رياضه، وقت الامتحان في علم رياضه ساعات بيبقى قليل شويه لانك بتبقى محتاج خطوات كتير، ووقت الامتحان مش بيساعد على ده. فطبعا لازم تدرب نفسك، او كده احنا بنرجع للنقطه تاني، النقطه اللي قبلها على طول، انك تحل كتير عشان تتدرب على الحل. وعلى فكره مش علم رياضه بس، علم علوم برضو كده، بس علم علوم اقل شويه من علم رياضه. اخر حاجه بقى يا سيدي واهم حاجه، انك تقوي علاقتك بربنا وتكون علاقتك كويسه بربنا. حاول يعني تحضر القداس قبل الامتحان مثلا، ولو وسط الامتحانات عرفت تحضر برضو يبقى كويس جدا. وحاول تعترف قبل الامتحانات، وحافظ على الصلاه وقرايه الكتاب المقدس باستمرار. وخلي كمان يعني ممكن دي حاجه كده اوبشن زياده، انك تحط لكل ماده شفيع تتشفع بيه في المذاكره وفي الامتحان بتاع الماده دي. وطبعا لو انت شخص غير مسيحي او مسلم تقدر تأدي فروضك وتلتزم بفروضك الخاصه بكل يوم، وتقرا كمان في الكتب الدينيه علشان نفسيتك وروحيتك ترتاح. وطبعا مش بقولك قرب من ربنا عشان ربنا يحبك ويديك الدرجات الحلوة وينجحك، لا لا لا، ربنا مش كده. ربنا بيدي النجاح لكل شخص بيتعب ايا كان، الملحد نفسه ناجح. بس انا بقولك قرب من ربنا شوية عشان نفسيتك ترتاح ويبقى جواك سلام داخلي وانت رايح على الامتحان. بس يا صديقي ربنا يكون معاك، وخليك فاكر انها فترة وهتعدي، وخليك باصص دايما على اليوم اللي هتخلص فيه ثانوية عامة وتخلص من هذه الملحمة بقى وتخش الكلية يا معلم.
ويطلع عينك اكتر من ثانوية عامة. اسيبكم بقى على خير وروحوا ذاكروا، شكرا ليكم ونشوفكم في حلقة جاية وهنعرف اكتر.